النهارده عندنا تحدي في منطقة الزون في بابجي موبايل. هنتعلم ازاي ننجو منها ونكون ابطال فيها. ولكن قبل ما نبدأ التحدي، لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتساعدوا للتحدي الكبير. فيلا بينا. زي ما انا قلت لكم في المقدمة، اللي احنا دلوقتي عندنا تحدي اللي هو تحدي منطقة الزون. ولكن بس قبل ما نبدأ التحدي، انا عايز اعرفكم انا عبارة عن تحدي. التحدي هيكون اهو مكتوب عندكم اهو في هنا في الشاشة في الحتة دي: التحدي والمسموح والعقاب ومكافأة التحدي اللي هو مكافأة الفوز. التحدي طبعا معروف، التحدي اسمه منطقة الزون. ماشي. المسموح مسموح كل الحاجة الموجودة في اللعبة، تمام. وبعدين دلوقتي هيكون في الخسارة هخلي جمايني هو اللي يعمل لي يجيب لي تحدي، وهعمله دلوقتي قدامكم لو خسرت يعني. ولكن لو كسبت ومكافأة الفوز هتكون التحدي الجاي في جيم بابجي. الفيديو الجاي في جيم بابجي مش هعمل ولا اي تحدي، هلعب مثلا سولو سكواد، اكسب الجيم وبارك الله فيما رزق. بس اكيد بس زي ما انا قلت لكم في الكومنتات، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لايكات في الكومنتات يا جماعه، قصدي في المقدمه. فيلا بينا دلوقتي على التحدي. احنا دلوقتي هنبدا اهو، هندوس اهو على جيم رينجل اهو. بعدين هندوس على سولو سكواد لاعب واحد، بقينا رينج لغايه دلوقتي. فيلا بينا هندوس اهو دوسنا اهو يا ترى هنكسب الجيم ولا هنخسر؟ بس قبل اي حاجه لازم احط السماعه. يلا دلوقتي احنا حطينا السماعه، ربنا يستر. انا خايف الصراحه لحسن اموت واخسر الجيم للاسف وجمايني يختار لي العقاب. فيلا بينا، يلا احنا اهو دخلنا. يلا يا فارس، يلا يا فارس ابو الفوارس. دلوقتي احنا دخلنا اهو. دلوقتي يا ابطال هنطلع اهو المدينه اللي فوق. يلا يا رب بس ما يكون في ناس، عشان احنا اول ما هنطلع المدينه يعتبر احنا لغايه دلوقتي لسه مش في التحدي اول ما ننزل من المدينه. لو خسرنا بقى متنا بقى في المدينه ننزل، لازم نكمل الجيم كله واحنا موجودين في الزون. فيلا بينا احنا اهو 8 بس، امر سهل. 7 اقتلهم واكون انا كسبت المدينه. يلا ده 3/4 نازلين معايا. ربنا يستر عشان فينا عيل. يا رب يا رب يا رب ما اخسر، يا رب يا رب. هو ايه الغبي ده؟ استغفر العظيم يا رب. اوف 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 اوف. هات الام 7 هات الام 7 هات الام 7 هات الام 7. انا عايز دروع يلا دلوقتي. يلا اول واحد. ياه، ما المشكلة ان اصلا دمي وحش قوي. يلا احنا طبعا لازم ننزل. هو الزون هيبقى امتى؟ لما اعتقد هيبقى في سكول او في بوشينكي. يا رب بس يلا بس نخش هنا او ننزل المطار. طيب اكتبوا اجاباتكم في الكومنتات قبل ما اقول. يا ترى يمكن ننزل في بوشينكي او السكول او ما اعرفش. هنختارها 5 4 3 2 1 0. هنزل المطار. اللي كتب في الكومنتات هعمل له قلب. وانا نفسي يا جماعه تكتبوا لي ميكسات في الكومنتات اندومي، يعني مثلا زي اندومي بالمش، عشان انا للاسف فارس هيعمل دلوقتي احسن سلسله في الوطن العربي اللي هي سلسله الميكسات بتاعت الاندومي. فيلا بينا. زي ما انا قلت لكم اكتبوا اي ميكس يخطر على بالكم في الكومنتات. فيلا بينا احنا اهو دلوقتي هننزل. الله، ريد زون. بكره الريد زون.
تعالى ننزل هنا وخلاص. بس كويس اللي انا قتلت كلايتين. اهم حاجه اللي احنا قتلنا كلايتين من اصل 8. انا رايح فين؟ ربنا يستر بس والحق بس اروح للمطار او ابعد عن الريد زون او اشوف بس عربيه. مفيش هنا عربيات، لا يوجد عربيات. يعني هتمشى كل ده؟ شايفين يا جماعه انا بتعب ازاي؟ اتمنى بس تقدروني بلايك واشتراك. يلا احنا اهو نزلنا هنمشي كل ده، متخيلين؟ هوبا تيتو بامبو، هوبا تيتو بامبو، هوبا تيتو بامبو. لا، الاعلانات يا جماعه بوظت دماغي. المشكله اللي احنا داخلين على امتحانات، فربنا يستر. يلا بس انا عايز بس ادور على هيلمت وشلت هذا. هو ايه ده؟ سهم. يلا بينا. انا مكمل بقى معاك السهم، برغم ان انت مش تحدي، عادي براحتي. يا رب بس اقتل حد بس. ايه ده؟ في هنا سكوب كمان. الغاء طبعا. يلا بس عشان احسن الصراحة. اعلان هوبا تيتو بامبو كان حلو الصراحة، يعتبر من احسن الاعلانات اللي انا شفتها. اسهم تاني. والله ربنا بيحبني. 11. يعني كده في قصدي دلوقتي هيكون في هنا فلير في اس اس. مش عايز في اس اس. يلا بس يا ترى هيكون في ايه؟ يلا بس اتمنى الاقي سلاح محترم بس. انا نفسي الصراحة الاقي سلاح محترم. يا رب بس يكون في سلاح محترم. طيب انتوا لو متأكدين ان انا هلاقي سلاح محترم، مثلا يوم بي ام 4 ام الحاجات ديت، يعني اعملوا لايك. ولو مش لو ما لقيتش في المبنى دوت اللي هو اهو حاطط عليه علامة، لو ما لقيتش اشتركوا في القناة. طب ثانية كده اروح بس اقتل البوت دوت، اقتله بالسلاح الجديد بتاع بابجي موبايل. يلا بس يلا روح. يلا بس. هو فين اصلا؟ اوف ايه يا ابني ده؟ انت محترف بابجي. انت محترف بابجي يا ابني. طب ازاي ما بيموتش؟ اخيرا. هو انا بتدمج؟ ده انا بتدمج. معهوش ده ملوت بس للاسف انا قلت لكم تحدي عشان ما تخسروش التحدي، او انا اللي اخسر التحدي. ده انت مستخبي في حته لقطه، اقسم بالله. ده هنا في دروب. يلا. دي بسهم واحد. يلا بس. لا احنا داخلين على دروب، فانا دلوقتي محتاج كل حاجة. يا لو جبت بلوزي يا جماعة. قتلت صاحب الفلير يا عيني. معلش هتعود الجيم الجاي. اصلا يا جماعة مفيش مستوى، وانا يعني عشان ما بلعبش، يعني بقالي كتير يعني ما بلعبهاش. يلا بس يلا. طب بصوا، اللي اختار سلاح حلو عمل لايك هو اللي كسب. معلش يا جماعة اللي عملوا اشتراك. يلا بس فين الدروب؟ انا عايز بس الاقي هيلمت. يا لو عندي جمل. بس اكيد الزون هتقفل المرة دي هنا في المطار. يلا بس. ايه السهلة دي؟ ايه السهولة دي؟ مفيش بتاع ام كي مرة واحدة. ده مين اللي سايب الام كي؟ الحمد لله انا معايا سكوب 8 عشان اللي انا هشوفه مش هرحمه والله.
ده انا هكسب الجيم دوت ان شاء الله. انا بتفائل دايما بالام كي. انا عايز بس تلقائي. ينفع 20؟ لا، انا عايز بس اشوف. مفيش حد هنا، مفيش حد هنا قريب من هنا عشان اعمل له بالام كي. يلا بس فين يا جماعه؟ يا ده انت عيل بوت قوي، ده انت عيل بوت. يلا بس اخيرا اخيرا جبت 7 كيلات. دلوقتي انا بهيل. يلا بس يا رب بس ما حد يلقطني بس ويضرب عليا ويموتني، عشان للاسف انا مش عايز اعمل تحدي. انا مش عايز اعمل تحدي دلوقتي، ما دي المشكله. هو انا اللي بمشي مشية البوتات في الاخر يا ابو الفوارس. تمشي مشية البوتات؟ فارس ابو الفوارس يمشي مشية البوتات يا جماعه؟ فين هنا؟ تعالى بس بالليك ام، قصدي الام كي. يا حلاوتك، نارك لذيذ، نارك لذيذ اقسم بالله، نارك لذيذ. بصوا في هنا كذا واحد، يعني مثلا هنا العربية، فينا عربية وهنا كمان عربية، دي بوجي. يلا بصوا يا جماعة، انا قتلت يعني يعتبر احسن واحد في الجيم. فانا دلوقتي الحمد لله اخدت منه كروزة، وكان للاسف معاه سلاح اللي هو ام 7، سلاح بي 90. فانا اخدت طبعا الكروزة عشان انا بكره السلاح البي 90. وطبعا انا اخدت منه الصولجان. دلوقتي طبعا هستخدم الصولجان عشان اهيل دم. هي ديت ميزة الصولجان، شايفين؟ دي ميزة الصولجان. حتى هنا يجدد الصحة بشكل مستمر ويسرع عملية الهيل. اي اعملها ويسرع عملية الانعاش الذاتي. فيلا بينا. طبعا احنا اهو الحمد لله هيهيلنا، فيلا بينا. للأسف خسرت. خسرت ما لحقتش اعمل اي حاجة. خسرت يعني كده. انا هخلي جمايني اختار لي عقاب. ليه لا اخسر ليه وانا ليه لازم اخسر؟ طيب انا دلوقتي هروح على جمايني وهرجع لكم تاني. ماشي، شكرا ملك الاستباحات، شكرا 11 كل. ده انا ما كملتش الجيم، حرام. كان نفسي اكسب الجيم، والفيديو الجاي ما اعملش ولا اي تحدي، يا دوب اكسب الجيم وخلاص. لازم اخسر الجيم. طيب عموما انا على قد وعدي قصدي مش عقدي، وعدي. واروح دلوقتي على جمايني. فيلا بينا. ازيك يا جمايني؟ شايفين اهو، ده شكل جمايني. ازيك يا جمايني؟ جمايني طب ما ترد. الو جمايني؟ طب ثانية كده. الو جمايني، عايزك تختار لي. يا مستخدمي عايزك تقول لي على عقاب واحد. أكيد. العقاب الأول هو الحرمان من المصروف. يا لا طب لمدة كام يوم؟ مدة الحرمان من المصروف بيحددها ولي الأمر حسب رؤيته للموقف، وغالبا بتكون من يوم لغاية أسبوع. تحب أقولك على عقاب تاني؟ عشان الصراحة أنا كنت بلعب بابجي فخسرت، فعشان كنت أنا بصور لجمهوري عشان أنا يوتيوبر مشهور. أنا آسف على اللي حصلت في بابجي. أكيد ده موقف محبط، خاصة إنك كنت بتصور لجمهورك. بالنسبة للعقاب،
ايوه انا عايز العقاب. عقاب تاني ممكن يكون كتابة مقال أو بحث قصير عن أهمية إدارة الوقت وتنظيم الأولويات وكيفية تحقيق التوازن بين الدراسة والهوايات. أو ممكن كمان تمنع نفسك من اللعب لمدة 2 أو 3 أيام وتركز خلالهم على الدراسة أو ممارسة هواية تانية مفيدة. إيه رأيك في الاقتراحات دي؟ طيب ينفع انا اصلا كده وكده كنت كاتب قصص يعني في نوتة صغيرة بعملهم لجمهوري، ينفع اقول لهم قصة دلوقتي؟ فكرة رائعة، ده هيساعدك تتواصل مع جمهورك بشكل إيجابي وكمان هيمارس مهاراتك في الكتابة والإلقاء. متحمس؟ اسمع قصصك. طيب ينفع يكون العقاب بتاعي؟ بالتأكيد، ده يعتبر عقاب إبداعي وهيخليك تستغل وقتك في حاجة مفيدة وممتعة في نفس الوقت. متحمس جدا، اسمع قصصك. ماشي، شكرا يا مايني. العفو يا مستخدمي، أنا موجود هنا عشان أساعدك في أي وقت. لو عندك أي أسئلة تانية أنا جاهز. ماشي، شكرا. يس جماعة، ادفع عقاب في العالم، ادفع عقاب في العالم يا جماعة. حتى والله العظيم بصوا النوتة اهي، النوتة والله اهو النوتة اهي، اقسم بالله. فيلا بينا هقول لكم دلوقتي احلى قصة عندي، فيلا بينا هنختار اهو القصة. هقول لكم قصة كوميدية. طبعا انتوا مشفتنيش بقالي كتير جدا ما عدتش بظهر بوشي. هقول لكم ليه. عشان انا للاسف نزلت احلق يوم الوقفة عشان العيد معروفة، فلقيت بقى نفسي بعد ما حلقت شعر بايظ. طلعت لماما وقالت لي ايه ده شعرك بايظ، روح انزل احلقه. قلت له خلاص بقى رمضان كريم والعيد كريم برضو. قامت قالت لي انت دافع 70 جنيه، انت دافع 70 جنيه. فللاسف ماما ما همتهاش الحلاقه، بس اللي همتها 70 جنيه. وهي دلوقتي بتقول لي اخد 70 جنيه منك فلازم انزل اسمع كلامي. بعدين دلوقتي بتقول لي جدك الله يرحمه كان بيحلق ب 30 جنيه وحلاقه زي الفل. طب هقول لها ايه؟ مين بيحلق زي ب 70 جنيه او اكتر؟ اكتبوا لي اسعار الحلاقه عندكم. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسلامات.